لبنادق العسكر. وبأن ديمقراطيتها باتت في مهب الريح. كل الأنظار حينها في تركيا وفي عواصم العالم أجمع كانت متجهة نحو وجه واحد، فلا معنى للانقلاب على سلطة ورئيسها بعيد عن قبضة خصومه. لم يخيب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان التوقعات، وإن كان شكل ظهوره الأول مفاجئا لكثيرين. رئيس البلاد يلجأ لتطبيق فيس تايم لإيصال رسائله لمن كانوا في الانتظار، وأولها كانت لمصدر السلطات الشعب التركي أن يخرجوا لمواجهة من يحاولون مصادرة إرادتكم والإطاحة بمن اخترتموهم لحكمكم، موجها أصابع الاتهام إلى جماعة فتح الله جولان المعروفة بالكيان الموازي بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية. أدعو أبناء شعبي إلى النزول إلى الميادين في المحافظات والمطارات. رسالة بدت وكأنها حمالة أوجه، فهي من جهة أظهرت أن الرجل بخير وأنه قرر مواجهة محاولة الانقلاب، لكنها قرأت أيضا بأن ظهره بات مكشوفا وأنه لم يعد يثق بالمؤسسة العسكرية حين تحدث عن انقطاع الاتصال مع قيادة أركان الجيش. وحتى لا تخلو الساحة لخصومه ولإعطاء دفعة قوية لأنصار الشرعية، عاد أردوغان للظهور مرة أخرى لكن على الهواء مباشرة. تحدث بلهجة وعيد وتحدي، مهددا مدبري المحاولة الانقلابية بأنهم سيدفعون ثمنا غاليا، وأخبر الأتراك أن الدبابات المنتشرة في الشوارع ليست في صفهم. وما هي إلا دقائق معدودة حتى تجاوبت الجماهير مع دعوة الرئيس، وبدأت حشود المواطنين تتدفق على الشوارع وتتحرك باتجاه تلك الدبابات. انتقل الارتباك إلى صفوف الانقلابيين، فتطورات الوقائع على الأرض بدأت تتحرك في اتجاه معاكس لتطلعاتهم، فحتى معارضو أردوغان وخصوم حزب العدالة والتنمية من قوميين وعلمانيين ورغم ما بينهم من خلاف وشقاق اختاروا الانحياز لمعسكر الديمقراطية في البلاد، وتجمع ممثلوهم في البرلمان المحاصر، حيث أعلن رئيسه بأن الجميع يقف صفا واحدا أمام المحاولة الانقلابية. يجب على الجميع أن يقف كجسد واحد للدفاع عن الديمقراطية. لكن التحرك الأهم جاء من الجهاز الأمني قوات الشرطة الخاصة، التي تبين لاحقا أنها مفتاح السر في كسر المحاولة الانقلابية. بزيهم المدني وبأسلحتهم الخفيفة تحرك أفراد الشرطة الخاصة لمواجهة جيش الانقلابيين. استعادوا السيطرة على القناة الرسمية، وكان لصورهم وهم يعتقلون عساكر الجيش وقع لافت على المشهد في البلاد. لكن معسكر الانقلابيين لم يرفع الراية البيضاء وقرر المواجهة، حيث شهدت سماء أنقرة وبعض من شوارعها ما يشبه الحرب الحقيقية بين عسكر الانقلاب وبين أفراد الأمن والمخابرات الذين اختاروا الدفاع عن الديمقراطية. وسقط في العاصمة العدد الأكبر من القتلى والجرحى. في اسطنبول كبرى المدن التركية كانت كفة الموازين تميل بسرعة نحو المدافعين عن الشرعية. متظاهرون اختاروا مواجهة الدبابات بصدور عارية، وقوات أمنية تواصل حملة الاعتقالات. تزامن ذلك مع تصريحات لقيادات عسكرية رفيعة أعلنت فيها رفضها ما يجري، ودعت الجنود المتمردين إلى الاستسلام وإلقاء السلاح. وكان ظهور أردوغان في مطار اسطنبول وسط حماسة كبيرة من أنصار الديمقراطية الإشارة الأبرز بأن الانقلاب حقا يترنح. تحدث حينها رئيس البلاد بلهجة المنتصر الحذر، تحدث عن محاولة الانقلابيين قتله عبر استهداف مقر إقامته في مرمريس، وبأنهم كانوا يتلقون الأوامر من قادتهم الموجودين داخل الأراضي الأمريكية.
واعتبر أردوغان أن محاولة الانقلاب فرصة لتطهير مؤسسة الجيش من أتباع الكيان الموازي مرة واحدة وإلى الأبد. تبع ذلك انهيار واضح في معسكر الانقلابيين في اسطنبول على الأقل، حيث بدأ عشرات الجنود بالاستسلام ورمي أسلحتهم. وعلى جسرها الشهير الذي شهد ليلا أولى مؤشرات حصول الانقلاب، عاد ليشهد نهارا المؤشرات الأولى لانقسام ظهره. لكن المفاجأة كانت أن حجم المتورطين في المحاولة الانقلابية أكبر مما اعتقده كثيرون. مئات الضباط من أصحاب الرتب العالية، بينهم جنرالات بالصف الأول من رئاسة الجيش التركي، كانت ضالعة في المحاولة الانقلابية. من أبرزهم قائد الفيلق الثاني آدم حدوتي، ورئيس أركان الجيش الثاني عوني أنجون، وقائد الفيلق الثالث إردال أوزتورك الذي رشحت معلومات بأنه القائد الحقيقي للانقلاب، إضافة إلى مهندسه العقيد محرم كوسي المستشار القانوني لرئيس هيئة الأركان، فضلا عن قائد سلاح الجو السابق أقن أوزتورك. وفي سباق محموم مع الزمن بدأت حملات الاعتقالات في طول البلاد وعرضها، مستهدفة كل من يشتبه في تورطه في الحراك المسلح، حيث بدأت تتوالى صور اعتقالات في صفوف الجيش والدرك والشرطة، وحتى بين القضاة والمدعين العامين، فيما طالب رئيس الوزراء بإسقاط أي طائرة حربية تناصر الانقلابيين. تبع ذلك الإعلان عن تحرير رئيس هيئة الأركان خلوصي أكر من قبضة الانقلابيين بعد عملية نفذت في قاعدة أقنجة الجوية. خلال كل هذه الأحداث المتسارعة لم يفارق الأتراك الشوارع والميادين، بل تزايدت أعدادهم. كانوا يدركون أن المعركة بحاجة لنفس أطول، لا سيما وأن قادة البلاد لم يعلنوا بعد أن الانقلاب فشل بشكل كامل. واحتاج المشهد عدة ساعات قبل أن تؤكد السلطات التركية أنها تمسك بزمام الأمور في البلاد، كاشفة عن مقتل 265 شخصا، منهم أكثر من 100 من منفذي الانقلاب، وعن اعتقال نحو 3000 عسكري. تلت ذلك جلسة استثنائية لممثلي الشعب دانت خلالها أحزاب البلاد الرئيسية الأربع محاولة الانقلاب، وجددت دعمها للديمقراطية ومؤسساتها. وقد لقي رئيس الأركان خلوصي أكر ترحيبا لافتا من الأعضاء لدى حضوره إلى مبنى البرلمان. وفي الجلسة التي ستبقى محفوظة في ذاكرة الأتراك، أعرب رئيس الحكومة بن علي يلدرم عن شكره وامتنانه للشعب الذي دافع عن إرادته وأفشل محاولة السطو عليها. رأينا هجوما آثما على إرادة الشعب من خلال قصف البرلمان التركي، قصفوا روح الإرادة الشعبية. هؤلاء ليسوا جنودا، هؤلاء جناة وإرهابيون يرتدون ملابس عسكرية. لكن قلوب كثيرين لم تطمئن إلا بظهور أردوغان مجددا، ليلقي أمام حشود غفيرة من الأتراك خطابا شكل منعطفا في مسار الأحداث. طالب فيه واشنطن بأن تسلم أنقرة غريمه فتح الله جولان، قبل أن يعلن أن عصر الانقلابات في تركيا انتهى إلى غير رجعة. وفق الوثائق فإن الانقلاب كان مقررا له أن يبدأ الساعة 3 فجرا يوم 16 من يوليو تموز، لكن أمرا لم يكن في الحسبان غير سير الأحداث، فاستعجل الانقلابيون أمرهم وبدأوا تحركهم الساعة 9 من مساء يوم 15 من يوليو تموز، أي قبل 6 ساعات من الموعد المتفق عليه. تقول الوثائق إن 3 مروحيات تابعة للقوات الخاصة في الجيش توجهت إلى مكان إقامة الرئيس التركي في مدينة مرمريس، وعلى متنها 40 عسكريا. كانت الأوامر من قادة الانقلاب باعتقال أردوغان أو قتله، لكن عندما وصلت هذه القوة كان الرئيس التركي قد غادر قبل 44 دقيقة، ودارت في محيط الفندق اشتباكات بين الحرس الخاص لأردوغان والانقلابيين. ومما كان مدبرا أيضا أن يتم اغتيال أو اعتقال شخصيات سياسية تركية.
وبحسب خطط الانقلاب فإنه كان مزمعا إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر للتجوال في عموم تركيا في الساعة 6 صباح يوم 16 من يوليو تموز، ليتم بعدها تشكيل مجلس لإدارة شؤون البلاد يتكون من 80 شخصية ذكرت أسماءهم تفصيلا في الوثائق، على رأسهم العقل المدبر لمحاولة الانقلاب قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكن أوزتورك، الذي كان سيتسلم قيادة الأركان خلفا الجنرال خلوصي أكار. ذكر أيضا اسم الجنرال بكير أرجان فان قائد قاعدة إنجرليك العسكرية الذي كان سيدير مدينة أضنة. أما الجنرال سردار أحمد جندودو فكان مفترضا أن يدير مدينة جناق قلعة حيث أهم المضائق البحرية. الجنرال هداية آري كان سيسلم إدارة مدينة أدرنة على الحدود مع اليونان وبلغاريا. الجنرال مراد سويسال كان مخططا له إدارة مدينة غازي عنتاب على الحدود السورية. يتضح من الوثائق أن أمرا ما قلب الطاولة وبدل الخطة فسارت في غير ما كان مقدرا لها. لم تكشف الوثائق ما هو هذا الأمر، لكن وسائل إعلام تركية تناولته تفصيلا وتحدثت عن كلمة السر في إبطال خطة الانقلاب، وهو الجنرال خلوصي أكار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية. وفق رواية وسائل الإعلام فإن خبرا وصل لقائد الأركان بأن أمرا يدبر للانقلاب على حكم أردوغان. اتصل خلوصي أكار بقائد الجيش الأول الجنرال أمود دندار وأطلعه على هذه المعلومات، فتحدث قائد الجيش الأول مع الرئيس التركي مباشرة وطلب منه مغادرة مكان إقامته في مرمريس لأن هناك خطرا على حياته. ونصح هذا القائد العسكري أردوغان بالتوجه إلى اسطنبول وليس أنقرة. غادر الرئيس التركي الفندق مباشرة وبعدها بدقائق وصلت قوات الانقلابيين بحثا عنه. دعا هذا الأمر مدبري الانقلاب لأن يغيروا خططهم. سيذكر الأتراك حتما أن قائد رئاسة الأركان خلوصي أكار وقائد الجيش الأول الجنرال أمود دندار وإن كانا عسكريين فإنهما رفضا الانقلاب وبقيا مخلصين للديمقراطية التركية.